تعالي يا ماما. ما فين ام مازن؟ يا مازن مش عارفه يا اختي الهانم هي فين. راحت فين؟ معرفش. مش تعالي يمكن جوه في الاوضه اللي جوه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اهي ايه ده؟ ايه بقى صعب بنخبط انتوا وننام. فتحتوا الباب ازاي؟ هو انت ناسيه ان ابني مدينا المفتاح ولا ايه؟ اداكم المفتاح؟ معايا المفتاح النسخه بتاع الشقه. ازيكم معاكم المفتاح تخشوا عليا كده؟ شقه ابني. نهار اسود. احنا بقالنا ساعه بنخبط والنادي ما ردتنيش. فيها ايه يا اختي؟ بتقفل على نفسك الباب ليه كده؟ تعالي يا مليك. انا حره في شقتي، انتوا اللي دخلكم كده زي القدر المستعجل. ده مستعجل. الحقي البت تعالي شوفي شفتي يا علينا. ماما؟ شقه اخويا يا ام مازن. شقه اخويا. مش هتقعدينا ولا ايه؟ اتفضلوا. يعني انا محتاجه اقول لكم اتفضلوا، ما انتوا اتفضلوا. تعالي يا بنتي خشي تعالي. شقه اخويا شقه اخوكم انت حره فيها، اعملي اللي انت عايزاه. اقعدي. حلوه السماعه دي، انا خدتها خلاص. انت كده كنت محتاجه سماعه. كنت محتاجه سماعه على تليفوني. استغفر الله العظيم يا رب. بدل ما تقولي اهلا وسهلا يا حماتي نورتي البيت يا حماتي. اهلا وسهلا، لما تخبطوا على الباب افتح لكم، مش تفتحوا كده عليا تخضوني كده. كلمت خبطنا وما ردتيش. خبطتي وما ردتيش؟ معرفش كنت بتعملي ايه جوه. استغفر الله العظيم. انت اللي مزعلك. مفيش حاجه مزعلاني يا حماتي. الف شقتي مرحبا الف هقوم مرحبا. اشرب يا ماما. قومي يا حبيبتي اعملي اللي انت عايزاه. الف مرحبا. الله يرحمك. شكلك متضايقه ان احنا جينا اساسا. بابا اعمل لك حاجه تشربيها. لا مش عايزاكي تعملي حاجه، مش عايزه منك حاجه يا اختي. مليكه عامله ايه؟ الحمد لله. تساليش على تيتا ليه؟ تقعدي مع تيتا شويه. يا خلصي انت يا حبيبتي انت. ماما نعم. بصي جايبه عبايه جديده بصي. الله ده بتلبس عبايات يا بت. جميله. نعم. ماما انا هاخد العبايه دي. مبروك عليكي. مش اخوك اللي جايبها؟ عجباني قوي. حلوين طبقي وخديها. ايه ايه؟ ده بتاعت عمته. بتاعت عمته ونهله. جميله قوي يا ماما، بس السهونه ما قالتليش انها جايبه عبايه جديده. وهتقول لك برضك ان هي جايبه، ما اخوك يا قلبي بتاخد منه فلوس قد كده وعماله تجيب في عبايات. فلوس اخويا. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت ازاي تاخدي العبايه بتاعتي كده؟ اوعي. تفتحي الدولاب بتاعي. اوعي. اللي اخويا هو اللي ايه؟ جايبها. يعني اخوك اللي جايبها يعني انا جايبها؟ وانت واحد. اخوك جايبها ليه انا؟ بتاعتي انا. عجبتني. ازاي تفتحي الدولاب وتقلبي في حاجتي؟ هيجيب لك غيرها. قله الذوق دي بتاع بنتك. قله الذوق. ايوه قله الذوق. ازاي تفتحي الدولاب وتاخدي العبايه بتاعتي؟ فلوس اخوها هي حره فيها. يعني ايه فلوس اخوها؟ دي حاجتي، ده بيتي انا وشقتي انا وحاجتي انا ودولابي انا. كل حاجه هنا بفلوس اخويا. عجبتك يا بنتي يا نهله؟ والله لا هاخدها. عجبتك؟ يلا يلا بينا. حلو عليا. يعني تأثر مش ملزم. لما يجي ابنكم ليه كلام تاني معاه. اتكلوا على الله تعملي بقى. حاجه ولا ايه؟ اتكلوا على الله بقى. يلا يا بنتي مش يلا. انتوا حرقتوا ما دم. تكرهشنا يا ماما. يا ستي يلا تخشنا منين؟ ده شقه ابني انا حره فيها. والله العظيم حرقتوا دم. لما يجي ابنكم بقى يحلها ربنا معاه. مع ماما خساره فيهم. والعبايه عندها. جدع برافو عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ازيك وبركاته. يا ماما؟ شفت مراتك؟ خير يا شفت رب مراتك بس. عملت فينا ايه؟ لا لا لسه جاي. كرشتنا كرشتنا يا اخويا. ضربتنا يا محمد وهزقتنا. ازاي الكلام ده؟ عشان ازاي تديني المفتاح وافتح الشقه عمال نادي عليها من بره ما بطنك بتقول. خير وماما تقول يا ام مازن يا ام مازن. والهانم قال قافله على نفسها الباين. يعني انا جاي من الشغل اعدي عليك عشان اطمن عليك، الاقي مشاكل بينك وبينها. البت دي ما بحبهاش، انا قلت لك مليون مره يا محمد لا انت لا مفيش لا فايده. لا 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 يا امي، طب انت مالك وما انتش اللي طلعكم فوق؟ طالع بص على عيال ابني ما ينفعش ولا ايه؟ ماشي يا واحنا ماما، كمان كنت غلطانين يا خبطت- محمد. كنت اه، خبطت امال على ايه؟ الشقة. طيب مش تخشوا كده في المفتاح؟ خبطنا وما ردتش. المفتاح ده انا مديهولك عشان الظروف، لو انا وهي مش موجودين في البيت وحصلت مشكله في الشقه تطلع تخش. ما قلت لك خبطنا وما ردتش مره واثنين وثلاثه، وفتحنا ووقفنا عند الباب ما اتحركنا. يا ام مازن يا ام مازن، لقيتها طالعه تزعق وتقول انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ بهدلتنا يا محمد. وفي الاخر طردتنا بره، قلت لها مش هتطلعوا بره. كمان؟ طيب معلش. بدك بهدلتنا يا محمد. حقك عليا يا ام. طب يا محمد زعق لها واضربها. ماشي يا ام حاضر. عرفها ان امك دي في اي وقت تخش. انا هطلع اتكلم معاها، ويا ستي ما تطلعيش تاني فوق، وانا هخليها تنزل لك هنا، انا هخليها تنزل لك هنا. خلاص مش مشكله ما بس. تشوف. ماشي يا يا رب تنزل. حاضر. اطلع اهدي الدنيا بقى ماشي. وتهدي شويه. ماشي يا اخويا. مش عايز مشاكل. مش عايز مذاكر ولا خايف منها. هو هيمنعك كمان تطلعي فوق؟ امال ايه؟ خايف منها يا اختي تضربه ولا تزعق له. ماشي يا محمد ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. بعدين في المشاكل اللي بينك وبين امي دي ايه اللي حصل بالظبط؟ انا اللي وبعدين يا محمد في امك واختك يا محمد. عملوا ايه؟ وبعدين في امك واختك يا محمد. هو كل ده يعني عشان دخلوا من الشقه يعني من المفتاح؟ يعني دخلوا الشقه من المفتاح، ازاي يفتحوا الباب عليا وانا قاعده كده؟ ما هم بيقولوا لي قعدوا يخبطوا كتير. ولا خبط ولا عمل. مفيش حد خبط، انا بصيت كنت في الاوضه بغير للعيال
واروق السرير، بصيت اللي فتح الباب ودخل عليا زي القدر المستعجل ويزعقوا لي. التلاجة واتفتحت ويقلبوا في التلاجة. اختك ده دخلت قلبت في دولابي وطلعت العبايه بتاعتها وراحت واخداها. ماشي، وزعيق وشخط ونطر، وده بيت ابننا وتلاجة ابننا ودولاب ابننا، ونفتح في اي وقت ونخش في اي وقت. ايه يا محمد، انت متجوزني عشان تبهدلني؟ لا مش هبهدلك. أمال إيه طيب؟ الكلام كده رايح في ويخبطوا؟ رايح في حته مش كويسه كده اهو افتح لهم بص، يا الف مهما كان. مرحبا، يخشوا هشيلهم فوق دماغ بس باحترام، مش يخشوا يهنوني. ماشي، دي شقتك وانت حره فيها، بس دي امي واختي. يعني ايه امك واختك اقول يعني؟ لهم ايه؟ اقول لهم يعني مفيش امك واختك يعني دي من ساعه ما اتجوزت بقت شقتي. ماشي ما بس- ينفعش ان يخشوا عليا بالطريقه دي، واختك تفتح الدولاب بتاعي تقلب فيه. طب معلش، انا مرضاش على هدي اختي، نفسك. انا مرضاش على اختي تعمل كده. طيب هدي اختك أعصابك. دي بقى اللي تعمل كده بقى. معلش انا اتكلمت معاهم وقلت لهم ما تطلعوش فوق تاني. انا اصلا من الاول ولا بحب الجواز في بيت العيله ولا بحب اخت الجوز، أعمل عامله إيه زي يعني؟ العقربه بالظبط. اعمل ايه طيب؟ ما هو اللي حصل اهو. فدلوقتي انت خدت لك حقك وقلت لهم ما يطلعوش هنا تاني، وبقى انزلي لهم انت. خلص طلبات بيتك وشقتك وكل حاجه تمام التمام، وبعد ما تخلص يبقى انزل اقعدي معاهم تحت شويه. حتى لما انزل تحت تبقى المعامله باحترام. وانا قلت لهم كمان ما تطلعوش فوق عندي غير لما انا ابقى موجود. انا بنت ناس مش جايبيني من جبت لك الشارع. حقك اهو. ماشي، لما انزل تحت يعاملوني باحترام. ماشي، هيعاملوكي كويس، ولو ما عجبكيش حاجه بطلع شقتك تاني. ماشي يا محمد. بس دي ام اختي، طب حطي ولو نفسك مكاني. سمحت المفتاح يتاخد منهم. انا ما ببصش الاقي الباب، انا قاعده والباب يتفتح عليا بالطريقه دي. خلاص ماشي، انا باخد المفتاح منهم بس بالطريقه كده. مش هينفع اقول لهم هات المفتاح عشان ما تزعلش مني. اتصرف يا محمد. طيب خلاص ماشي، بس ما تزعليش نفسك، وانا جبت لك حق. لو انت غلطانه يبقى انت غلطانه، انما انا شايف ان انت مش غلطانه، هم اللي غلطانين. بس هيزعق مع امي يعني واختي؟ لا يا محمد. يلا حصل خير، ربنا يصلح الحال يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حماتي، عامله انت ايه؟ لسه فاكره تيجي؟ انا بسلم على اولاد ابني، تعالوا. ها؟ خلصت اللي ورايا في شقتي ونزلت لك اهو. ايه يا اختي تقيله علينا قوي كده؟ الساعه بقت كام؟ انا روقت الشقه فوق وعملت الاكل وكل حاجه ونزلت لك اهو. طب بقول لك ايه؟ نعم. في مواعين في المطبخ عايزاكي تشطبيها، ماشي؟ وبعد ما تخلصي المواعين عايزه تنضفي الشقه كلها. طب انت مستنيه لما انزل تقولي لي كده؟ طب ما بنتك قاعده على التليفون ما بتعملش حاجه اهو. انت مالك ومالي؟ انا ما بعملش حاجه يا حبيبتي. ما انت انا بتعملي هنا ايه؟ ما بعملش حاجه، ما انا اللي اعمل يعني؟ كل حاجه بتتعمل. ايوه وانا انت هي جوزته ليه؟ عشان يعمل لها، جيب اللي تعمل لها. انا نازله اشوفك عشان اقعد معاكي وما تزعليش. لا انا خاطر تقولي لي اعملي وما تعمليش. لا يا اختي شكرا، المواعين من اول امبارح، روحي اغسليها اجري يلا. ده انا لسه تعبانه في شقتي فوق ونازله. اقول ايه؟ اتكلم اقول ايه؟ بتخليني اعيد الكلام بدل المره مليون مره. وانا مالي؟ خش على المطبخ، حاضر يا حماتي، هقوم اغسل لك المواعين. حاضر. وبعد ما تخلصي المطبخ تعالي قولي بتعملي ايه تاني. عامله ايه يا مريم؟ الله يكون في عونك امك دي يا بنتي. بس يا ماما انا عايزه اجيب ده. جميله، لا جميله العبايه دي، مبروك عليكي يا حبيبتي. سوقت لك المطبخ وخلصت لك كل حاجه، مواعين والبوتاجاز كل حاجه، المطبخ يبرق جوه. طيب بصي كل ده بقى عشان يا ما تزعليش بس. لا ما تش هزعل، عايزاكي تنزلي الدولاب تطبقي جلابيه لحسن بصي الجليبه على بعضها غسلته ورميت كده ما طبقتوش. وبعد ما تخلصي الدولاب تمسكي سجاجيد الشقه بقى، عايزاكي دعكي بصي بالفرشه. انت طيب قوي يا حماتي، لحد كده وشكرا. بنتك عندك اهي تعمل لك كل حاجه. هو أصل أنا يا انت حبيبتي- حاطه بنتها فوق دماغك ليه؟ اصل مالكيش دعوه انا بيا. يا حبيبتي بعمل كده من لبن، لكن مش هتشغلوني خدامه عندكم. يلا يا ماليش دعوة حبيبتي يا قومي ماما. انت اعملي اللي مامتك عايزاه. انا طالعه شقتي سلام. سلام مين؟ ايوه بقول لك في سجاجيد عايزه تدعك. بنتك اهي. الحقي. انت مالك ومال بنتها؟ يعني انت انت مالك حاطه ومال بنتها في بنتها؟ دماغك ليه؟ وانت قاعده بتعملي ايه؟ امال انت هما جايبينك قاعده في البيت ليه؟ لازمتك ايه؟ انت مالك؟ يعني انا مالي؟ مالكيش دعوه، جايه قاعده اللي مالكيش طب دعوه. خلاص طالما انا مالي اطلع شقتي، انتوا حرين بقى. شقه فين يا ابو شقه؟ دي شقه ابني. روقوا وجعلكم ما عملتوا حاجه. لا بقول لك ايه بقى، انت كده مش هتجيبيها البر دي معايا. وانتوا مش عايزين انا اللي اعمل وبنتك ما تعملش، اجعلكم ما عملتوا. اتكلمي عادي. ايوه اجعلكم ما ايه عنكم ما عملتوا دي؟ يعني ايه عنكم ما عملتوا دي؟ يا قلمي مفترين. احنا مفتريين، احنا مفتريين، حرام عليكي، حرام عليكي. كده اوعي اوعي. جيها مش عارفه، جيها مش عارفه كده اهي، جيها وقعوا الارض كسريها كسريها، ما حدش يعدي كده. ايه ده؟ بس ايه ده؟ في ايه؟ تعال شوف اللي بيحصل ده والله. طب بس طب اهدي ايه؟ اهدي بس، في ايه يا ماما؟ اه يا اختي انت عايزه كده؟ في ايه؟ في ناس زعقت لنا وشتمتنا هنا في بيتنا. انتوا تمدوا ايديكم عليها؟ وانت ازاي تمد ايدك عليها كده؟ بتعلي صوتها على نسيت ماما. ان مرات اخوكي؟ بتعلي صوتها على ماما، بتعلي صوتها على ماما. يعني ايه ما تعليش صوتها على ماما؟ اكيد انتوا غلطانين خليتوها تعمل كده.
بقول لك انت طب انت دافع عنها كده بقول لك ايه ليه؟ يا ماما، احترامك فوق دماغي. اروح اشتكي لهم يجيبوا لي طب حقي اهدي طب اهدي طب اهدي اهدي بس. روحي يا اختي الاهلك مع السلامه. تجيب لي حقي مش هقعد معاك تاني. هجوزه ستك. شفتي السهوكه؟ يعني انت عايز تخرب بيتي؟ اخر بيتك ليه؟ انا مش عايزه البيت اللي هجوزك واحده اللي انا غيرها. شفته ده يرضي اي راجل في الدنيا؟ تضربوها كده؟ عملت لكم ايه؟ عملت لكم ايه ده كله؟ بقول لك سيد السجاد راحت عليها صوتها عليا، تقول مش عامله حاجه. لا، يعني يكفي ان هي نزلت لك يا ست تحت تشيليها السجاد وتشيليها واختي قاعده كده ساكته ما بتعملش حاجه. انت مالك ومال اختك بقى؟ لا 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 كمان انا طب ما- مالي؟ يا امي انت خليكي عادله يا امي. بقول لك ايه، شايفة ريح صح دماغي بقى وغلط. شويه ممكن؟ حاضر حاضر، ما انا قلت لك احترامك فوق دماغي، ما ينفعش اعلي صوتي عليك. عايز ايه يا محمد؟ هقول لك انا عايز ايه. اتفضل قول. انا هاخد مراتي وعيالي وهسيب لك البيت ده كله واشوف لي شقه ايجار اقعد فيها. شقتي ما يا هي محمد، مفيش سيب امك حل يا محمد كده. عشان ايه؟ مش هسيبك، هجيلك يا ستي. لا. مش انا كل يوم لما باجي من الشغل بعدي عليكي؟ كل يوم برضه قبل ما اروح لشقتي هعدي عليكي وبعد كده اطلع على مراتي. هو ده حل يا محمد؟ شيل ده من ده يرتاح ده عندي. لا ده مش حل. لا ما انا كده انا دماغي هتفرتك. هبقى في الشغل اقعد افكر فيكم هنا، يا ترى امي بتتخانق مع مراتي، مراتي بتتخانق مع امي. لا وعندي عيال صغيره لما يشوفوا المشاكل دي يبقى شكلنا ايه؟ وصوتكم جايب اخر الدنيا، ده انا سامعكم وانا في الشارع وانا جاي. مين اللي في جاي البيت يا جاي. محمد؟ معلش مهما كان ما ينفعش. فبعد اذنك اللي حصل ده هيخليني اخد اجراء هيزعلك. لا والنبي يا محمد بس سيب البيت وتمشي. هو كده، ما هي حقك مش هقدر عليا. كده. واختي اللي قاعده دي هي السبب المشاكل دي كلها، انا عارف. هي اصلا ما بتحبنيش. شفتي ابنك؟ خلاص يا محمد حقك عليا يا ابني، حقك عليا بس ما تسيبنيش وتمشي. لازم يا امي يكون في اجراء. انا خدت الحل القرار. ايه؟ الحل مع الناس. يا جماعه القرار اللي انا خدته ده صح ولا غلط؟ اسيب امي واخد مراتي وعيالي وامشي بعيد عنها، ولا اسمع كلامها عشان ارضيها؟ رضا الام ولا نبعد المشاكل عن بعضها؟